تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة فول بالطماطم أو فول اسكندراني. بصوا بقى حاجة كده روعة جدا. طريقة الفول دي بجد خطيرة حرفيا. شايفين شكله عامل ازاي؟ شكل يعني بيتكلم عن نفسه بجد. بقى سجلي الوصفة دي رمضان واعمليها بقى في سحور رمضان وبألف هنا والشفا. تعالوا نشوف طريقتنا ايه. أول حاجة معايا طاسة هنا على النار، هنزل فيها بشوية زيت كده، وبعد كده هنزل بصلاية كده حلوة متوسطة متخرطة، عايزة تقطعيها في الكبة مفيش مشكلة خالص. وبعد كده نزلت معايا يتشوح كده دقيقة ثانية كده ثانيتين، وبعد كده ننزل بثلاث فصوص من الثوم المفروم. بعد ما شوحناهم، انا مش عايزة الثوم يصفر معايا ولا حاجة، نزلت بعد كده معايا بحوالي ربع فنجان من الخل، فنجان القهوة الصغير. خلاص كده ننزل بقى دلوقتي. كنت مقطعة طماطم يعني حوالي 4 طماطمات معايا، وكمان 3 قرون كده من الفلفل الحامي. حابة يبقى حامي براحتك خالص. تعالوا بقى نشوف التوابل معانا. معايا هنا معلقة من بودرة الماجي، بتفرق جدا في الطعم، أو مكعب من المرقة، بجد بتنقلك الطريقة في حتة تانية خالص. وبعد كده نزلت بربع معلقة صغيرة من فلفل اسود، نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة، وكمان تظبطي الملح بتاعك، وكمان اديت نص معلقة صغيرة من السكر. تمام، سبتها بقى على نار هادية لحد ما اتسبكت معايا بالمنظر ده، وابدأ بقى اضيف الفول. ضفت الفول، قلبيه تقلبتين يا دوبك ياخد غلوة على النار وجاهز معاكي. فول طعم حلو تحفة. مش عايزة اقولك على الطعم والروعة. بصوا انا هنا لقيته عايز ملح فزودت شعرة ملح بسيطة. بصي مش ممكن، حكاية حكاية حكاية. بجد هيعجبكم جدا. اي حد هيدوق منك هيقولك الحقيني بالطريقة. الخل، طشة الخل اللي حطيناها في الاول بتدي طعم رهيب جدا. التوابل اللي احنا حاطينها مظبوطة جدا. اتمنى لو عجبك الفيديو يا ريت لايك وشير واشتراك في القناة.